انا مش جاي احرم اكل لا سمح الله، ولا اقول امنعي ابنك من اكل حاجة معينة، بس لازم نفهم ايه اللي بينفعنا وايه اللي بيضعف مناعة طفلنا من غير ما نحس. خليكم معايا للاخر، واخر اكلة هتكون مفاجأة بالنسبة ليكم. طفلك بيجيله نزلات برد كتير، واي دور برد بيقعد معاه ممكن بالاسبوع واكتر او اقل شوية. المشكلة في الجو يا دكتور، المشكلة في المناعة بتاعته. لا، بصي، هو المشكلة كلها في طبق الأكل اللي هو بياكله، اللي هو قدامه كل يوم، اللي هو الأكل اللي بياكله طفلك. النهاردة هنتكلم على 3 أكلات موجودة في كل بيت، فاكرينها عادية بس بتضرب مناعة الطفل واحدة بواحدة. أول أكلة هنتكلم عنها النهاردة اللي هي السكر الأبيض. السكر الأبيض على فكرة أول عدو لمناعة الطفل مش الفيروس ولا البكتيريا، امال ايه؟ ده السكر الأبيض. الطفل بياكل حلويات، لا لا لا، ما بياكلش، ده عايش في الحلويات. وبعديها لو قابل أي ميكروب أو فيروس، المناعة بتكون واقفة ايه؟ بتتفرج كده مشلولة. مش هقولك امنعيه، بس قللي واستبدلي الحلويات دي بالفاكهة الحقيقية، الفاكهة الطبيعية. السكر يا جماعة بيشل خلايا المناعة مؤقتا، بيشل خلايا المناعة، بيخليها بطيئة من 3 ل5 ساعات. لو حظه بقى حلو وصادف فيروس أو بكتيريا في الفترة دي، خلاص المناعة مشلولة لمدة من 3 ل5 ساعات، خلاص هيتأثر بيها. السكر بيرفع الالتهابات في الجسم، بيعمل حاجة بنسميها الالتهاب الصامت. السكر بيأثر على البكتيريا الضارة، بيعمل فيها ايه؟ بيغذيها، بيغذي البكتيريا الضارة وبيقلل البكتيريا النافعة اللي هي موجودة في الأمعاء. تاني أكلة معانا، الإعلانات التجارية بصراحة في التلفزيون بتسوقها على إنها فطار صحي، بس الحقيقة دي سكر مقنع. حتى الانواع اللي مكتوب عليها دايت او مخصوصه للاطفال او الحاجات دي كلها، اللي هي ايه؟ اللي هو الكورن فليكس. الكورن فليكس يا جماعه ده بيرفع السكر بسرعه وبينزله بسرعه، يعني بيأثر على الايه؟ المناعه، بيتعبها ويبوظ الايه؟ التركيز. امال ايه يا دكتور؟ نديله فطار صحي يا جماعه، فطار صحي. فين البيض المسلوق الجميل، الفول المدمس، الزبادي، البليله؟ كل دول في غايه الاهميه وافضل مليون مره من الكورن فليكس. الاكله الثالثه بقى اللي هي المفاجاه، الجبنه المثلثات. الجبنه المثلثات الامهات بتفرح بيها، بتتفرد خفيفه على الطفل، بتتحط في سندوتشات بسهوله. بس للاسف هي مش جبنه يا جماعه، معظمها ما قلتش كلها، معظمها ما بيكونش جبنه اصلا. امال عباره عن ايه؟ عباره عن دهون مهدرجه، عباره عن نشا، ملح، مكسبات طعم، الوان، حاجات من هذا القبيل. الدهون طبعا بتعمل الالتهاب الصامت اللي احنا قلنا عليه، الالتهاب الصامت. والالتهاب الصامت ده معناه ايه؟ معناه مناعه ضعيفه. تخيلي طفل كده كل الفطار بتاعه عباره عن خبز من الدقيق الابيض اللي هو العيش المدور او الفينو الطويل، مع جبنه مثلثات. تفتكري مناعته هتبقى عامله ازاي؟ قولي انت حضرتك، مناعته هتبقى عامله ازاي؟ استبدليها بالجبنه القريش. الجبنه القريش في غايه الاهميه، على الاقل اساس معموله من اللبن فعلا يعني. فين الزبادي؟ فين البيض؟ هي دي الحاجات المفيده اكتر مليون مره من بعض انواع الجبنه المثلثات. الخلاصة، مناعة الطفل مش في الدواء ولا الفيتامينات. المناعة الحقيقية في طبق الأكل اللي بيتقدم له باستمرار. ما نشيل السكر الأبيض الكتير، ما نشيل الأكل المصنع، المناعة لوحديها هتقوى. اوعوا تنسوا نقطة مهمة جدا، الوقاية دايما أرخص من العلاج.